ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا اكله جديده هنقدمها ليكم. هنعمل النهارده المخ البانيه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكل المكونات موجوده عندنا في البيت، مش هنحتاج حاجه من بره. اول حاجه معانا المخ بتاعنا جاهز ومتنضف وكويس جدا. ميه مغليه، وانزل بالمخ بتاعي. هوطي عليه النار خالص لما الميه تغلي. وانزل ببصله، فصين من الحبهان، ورق لورا، وربع معلقه فلفل اسود، واقلبه واسيبه بالظبط 3 دقايق على النار. كده المخ بتاعي جاهز. نخرجه بقى من الحله. نجيب طبق فاضي، نحط فيه ميه ساقعه متلجه تكون في التلاجة. ننزل بالمخ بتاعنا عشان نوقف السوا بتاعه، ونسيبه في الميه من 5 دقايق ل10 دقايق. ده شكل المخ بعد ما خرجناه. هنقطعه بالشكل ده. هنحاول يكون ولا تخين ولا رفيع. اول حاجه معايا طبق فيه فيجيتار. ده فيجيتار بس. في ناس بتعمله بدقيق وفي ناس بتعمله بقسماط، بس انا يعني اكتر تجربة كانت كويسة معايا ان انا اعمله فيجيتار. معايا طبق فاضي، احط بيضتين، وربع معلقة كزبرة ناشفة، وربع معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الملح الابيض. اضربهم مع بعض كويس. هاخد قطعة من المخ اللي انا قطعته، احطه في البيت. بعد كده انزل بيه في البقسماط. احاول اتبله كويس سوري، في الفيجيتار مش البقسماط. ده شكل المخ بتاعي بعد ما اتبل. بقى جاهز خلاص للتسوية. فيها زيت،
نسيب الزيت يغلي كويس. خلاص الزيت سخن، انزل بالمخ واوطي النار. كده استوى خلاص، نخرجه من الطاسه النهارده. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده، ودي النتيجه اللي وصلنا لها. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك ولايك وتفعلوا لي القناه. شكرا، باي باي.